الاهلي خلص في الونش والونش مضى مع الاهلي والونش هو كمان راح السفاره. والله حاليا محدش فاهم حاجه. الاهلي حاليا لو الصفقه دي بجد الاهلي بيدي الضربه القاضيه للزمالك. فكره يا جماعه ان انا ما بجيبش لعيبه اللي عارف، مش بجيب مثلا اللي هي اللعيبه اللي الزمالك رماها زي مثلا احمد حمدي، ناصر ماهر، الاهلي كان راميهم. انا بجيب لك لعيبه من ال11 اللي بيلعبوا. سيبك من الونش، مستواه بعد الاصابه مختلف، وان الاهلي تركيزه الاكبر هو الصفقات الجماهيريه اللي زي ما قلنا دي الضربه القاضيه اللي انت بتديها للزمالك بعد كمان النهارده خروجه من الكونفدراليه. فالوضع في الزمالك مش مستحمل، ودي كباتن الفرقه، يعني زيزو والونش هم كباتن الفرقه حاليا. فانت بتخلص اتنين من اتقل اللعيبه. الاهلي مش عارف اقول مفاوضات عاليه ولا هي الفلوس ولا ايه الدنيا، بس الوضع لا يسر عدو ولا حبيب في نادي الزمالك بمعنى اصح. ومجلس الاداره السبب من وجهة نظري. مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب مفيش إدارة عنجهية، وأي كلام بيتقال أي حاجة لإرضاء الجمهور.